ويقول الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. كلمة المراد بها هنا كلمة التوحيد، وهي الكلمة السواء التي تجمع المفترق وتلم الشتات وتوجد الرابطة الوثيقة والصلة العظيمة التي لا أوثق منها، تربط بين الناس وتؤلف بينهم، ولا يؤلف بينهم إلا الانضواء تحت هذه الكلمة العظيمة وتحقيقها. كلمة سواء بيننا وبينكم ما هي؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ولهذا لو قيل لأحدنا على ضوء هذه الآية: ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ فقال: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذا هو معناها، هذا هو معناها كما هو واضح ومبين في كتاب الله سبحانه وتعالى: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. لا نعبد إلا الله أي لا نصرف شيئا من العبادة إلا له. وهذا يقتضي من قائل هذه الكلمة أن يفهم ما هي العبادة حتى يخص الله بها ولا يصرف شيئا منها لغير الله. ولهذا من فهم لا إله إلا الله فهم العبادة ما هي وما أفرادها وما أنواعها. لأن من يقول لا أعبد إلا الله ولا يدري ما هي العبادة ربما صرف شيئا منها لغير الله سبحانه وتعالى، كما يقع كثيرا. فمن تحقيق لا إله إلا الله ومن الإيمان بلا إله إلا الله أن يفهم الإنسان العبادة. فلا إله إلا الله معناها ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، أي في العبادة لا نجعل معه تبارك وتعالى شركاء في العبادة.